يا سلام وشحال كتجي هاد الباستيشو زوينه في هاد البرد. غادي ناخذوا الفريت، يا اما تقليوها ولا ديروها في الفران، وكتاخذوا المول اللي كيدخل لكم الفران كدهنوه بالزبده وكديروا فيه شويه ديال لا بيشاميل من التحت، باش هذيك الفريت من غادي تحطوها على لا بيشاميل غادي تشرب لكم لا بيشاميل وما غاديش تجيكم ناشفه. هنا تقدروا تكثروا شويه البيشاميل. خديت هنا الجامبون فومي، خديتو المبخر، كيبقى لكم الاختيار نتوما شنو ديو. خديت هنا الفريت اللي طيبت وسرحتها في المول اللي غادي ندخل الفران، وزدت عليه شويه ديال لا بيشاميل، ومن بعد عاودت درت الطبقه الثانيه اللي فيها الفريت وعاود درت شويه د لا بيشاميل. كيبقى لكم الاختيار هنا، تقدروا ديروا ما بين جوج طبقات ديال الفريت ديروا شويه ديال الفرماج غابي نتوما، المهم الاختيار كيبقى كيرجع لكم. من بعد ما غندهن مزيان هاد لا بيشاميل غناخذ هاد الجامبون اللي خديت مبخر وقطعته طريفات صغار كيف ما تتشوفوا، وراني سرحته مزيان على هذيك الفريت اللي قليت. من بعد غادي ناخذ لا بيشاميل وغادي نزيد نديرها فوق هذاك الجامبون. تقدروا تعوضوا الجامبون بالدجاج مقطع رقيق، صدر دجاج مقطع رقيق، ولا الكفيته مشحره، كيبقى لكم الاختيار. راه طريقه وحده كتجي ديال هاد الباستيشو. من بعد ما سرحت هاد لا بيشاميل كلها مزيان على داك الجامبون، غادي ناخذ الفرماج. بنات فرنسا الصراحه جربوا هاد الفرماج 3 فروماج وردوا عليا، كيجي بنين وزوين وفي نفس الوقت كيذوب كيجي معلك. هنا غادي ناخذ لي مول ديالي غنديرهم في الفران، غادي نديرهم تقريبا عندي 10 ديال الدقائق غير كيتحمر هذاك الفرماج وتيذوب، وبالصحه والراحه كيجيو بنانين. صراحه جات هاد الباستيشو بنين بزاف وزوين، وخصوصا في هاد البرد كيتنكل سخون. يا سلام، كنتمنى الوصفه تعجبكم.